السلام عليكم، اهلا مرحبا الزوف لون. اذا روزنامة الموسم الجديد للرابطة المحترفة تم الإعلان عليها بعد عملية القرعة بحضور رؤساء وممثلي النوادي. بداية موسم نارية بجولة أولى بكثير من الإثارة، بكثير من المتعة، بكثير من السسبانس. أولمبيك أقبو يستقبل ترجي مستغانم في الجولة الأولى. الصاعدين في الموسم ما قبل الماضي، الفريقان اللذان ضمنا البقاء بصعوبة يبحثان عن موسم آخر. مولودية وهران يستقبل الصاعد الجديد نجم بالعكنو من طهران بثوب جديد. ديربي أو كلاسيكو من كلاسيكيات البطولة بين شبيب القبائل واتحاد العاصمة. جمهور الشبيبة ينتظر الوجه الجديد للزعيم، واتحاد العاصمة المنتشي بنهاية موسم أعادت له الروح. مولودية الجزائر شباب الوزداد، الدربي الذي يتكرر كثيرا في المدة الأخيرة في الكاس في البطولة سيكون في افتتاح الموسم الكروي. أتلتيك بارادو جمعية تشلف الأكاديمية في مواجهة الجمعية الحاضرة دوما. اتحاد خنشلة وفاق ستيف، مواجهة مثيرة في شرق الجزائر. الاتحاد وفيلي بداية موسم مثيرة، والكل يتساءل بأي وجه سيبدأ الوفاق ستيف في هذا الموسم. ديربي الجنوب بين شبيبة الثورة ومستقبل الرويسات، ومولودية البيض يستقبل النادي الرياضي القسنطيني في مواجهة ننتظرها لمعرفة وجه الناديين. طبعا هذه مباريات الجولة الأولى، ممكن أن يكون فيها تأجيلات طبعا بسبب مشاركة المنتخب الوطني للمحليين. لو يكون فيها تأجيلات سيكون من المفروض لمباراتين، شبيبة القبائل اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر شباب الوزداد، بالنظر إلى تواجد أكثر من 3 لاعبين في المنتخب الوطني للمحليين. ننتظر طبعا التأكيد وننتظر التنازل طبعا بدأ، ولكن ننتظر ضربة البداية لموسم جديد. ما رأيكم في هذه الروزنامة وفي مباراة الجولة الأولى؟